السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهارده إن شاء الله هنعمل وصفة للقضاء على الهاموش أو للتخلُّص من الهاموش. حاجات بسيطة جدًا موجودة في كل بيت إن شاء الله، مش هتجيبي حاجة من برّه. قبل ما نبدأ نسمّي الله ونصلّي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ كمان، لو عجبك الفيديو حُطّي لي لايك وشير واشتركي في القناة وفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك مني كل جديد. أول حاجة هنعملها إن شاء الله هنحط معلقة من الخميرة الفورية، معاها معلقة من السكر، ونقطتين فانيليا، كمان نص كوباية مَيّة. هنقلّب الخليط ده كويس عشان ندوب الفانيليا وندوب السكر في المَيّة. قلّبيهم كويس جدًا. هيبقى فاضل لنا مكون أخير هو هنحطه دلوقتي. بس نقلب الخليط ده كويس عشان ندوب الخميرة في المية. المكون الأخراني هو معلقتين 3 من صابون السائل، أي صابون سائل انت بتستخدميه. الخليط ده ريحته حلوة وطعمه حلو، من الحاجة اللي يتلم عليها الهاموش يعني. طبعا احنا عارفين ان احنا دلوقتي في الشتاء، فبنحط الفاكهة برا، ما بنحطهاش في التلاجة. الموز، السفندي، البرتقال، مش عارفين الحاجات دي بتلم هاموش. فهتحطي الخلطة دي في أي مكان فيه هاموش، في المطبخ كده في الحتة اللي فيها هاموش وسيبيها. في أسرع وقت هتلاقي الهاموش كله نزلك في المية دي، وكده يبقى اتخلصتي من الهاموش نهائيا. يا رب يكون الفيديو عجبك ونال رضاكي. كده الفيديو بتاعنا خلص تقريبا كده اهوت. وزي ما قلت لك، لو عجبك الفيديو شاركيه مع اصدقائك واصحابك، وفعلي الجرس. لو مش مشتركه اشتركي وفعلي الجرس واعملي لي لايك، ينوبك ثواب في اختك. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.